السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، حضرتك من يا معتقد؟ سني. حياك الله. عندنا سؤال للحلقة ضيفنا. بس إذا ما أعرف السؤال، إذا كان عندي علمية بالسؤال أجاوب، ما عندي علمية أنا أسأل. تمام. إذا عندك علمية تسأل، ما عندك علمية زين. أنت مو مناظر ومحاور، شلون ما تجاوب؟ منو صدرك محاور لعب؟ إيه يعني هسه الواحد مو معصوم، ما يعرف كل شيء. لا، المحاور لازم يكون عنده إلمام في كل شيء. لا يعني لا. وانا شو اسالك؟ اسالك في التوحيد، اسالك في التوحيد او في النبي. ما معقوله ما تعرف ربك وصاير مناظر، ما معقوله ما تعرف نبيك لا وصاير لا، ما لمحاور. يشرف هذا الشيء. هذا يسمونه هروب، هذا هروب. أعيد سؤالي، يقول ماذا ننتفع من نبي، ماذا ننتفع من نبي جاء لنا بقرآن وحرف لنا هذا القرآن؟ ما الدليل على أن القرآن محرف؟ الدليل ورد عندكم في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود الصحابي عندكم، أن النبي يحذف كلمة وما خلقه ويقرأ الذكر والأنثى في سورة الليل. جيد جدا. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها. بداية الصحابة أقروا بصيانة بعدم تحريف القرآن الكريم، الصحابة بنفسهم أقروا بهذا. أما عن رواية فيها نقصان، رواية زيادة أم هذا من هذا الأشياء، يكون تطبيقا لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها. جيد. يعني النسخ وين يحدث؟ في الآية لو في كلمة، لو في آية؟ في الآية وفي يعني الآية إيه. في الآية أنا لم أتكلم على آية بالشمول والعموم، أنا أتحدث على كلمة أي جزء من آية. الله يقول ما ننسخ من آية، مو كلمة. أنا أتكلم على كلمة حذفت وليس آية شمولية عمومية. ما معقولة، لا يوجد عند السنة معتقدة آية الله ينسخ منها كلمتين ويعوف كلمتين. عند أهل السنة والجماعة لو تنسخ الآية لو ما تنسخ الآية. فلم أتكلم على آية، بل أتكلم على جزء من آية وهي كلمة. طيب كلمة وآية ماكو إشكال، بعدين أنت تقول لا لازم يعني. إشكال، لا خلاص. إشكال، أرجوك احترم عقول المشاهدين. أنا لم أتكلم على آية. شلون ماكو إشكال؟ آية أي الآية كاملة، ألف لام طيب ميم آية. تمام. ذلك فهمتك. الكتاب لا ريب فيه. خلينا أكمل أرجوك، اكتم المايك، طقه كتب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه آية. فالله يقول أنت استدليت ما ننسخ من آية. أنا لم أتكلم على آية، إنما أتكلم على جزء، على عشر، عشير، معشار من آية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إشكال آخر. لو تنازلنا معك باستدلالك بالآية، الله يقول ما ننسخ من آية إلا نأتي بمثلها أو أحسن منها. مضمون الآية القرآنية، أين الآية التي جاء بمثلها؟ وين هي؟ أو وين الآية اللي جاء بأحسن منها؟ هم أين هي؟ ما يوجد. وين الآية اللي بمثلها أو أحسن منها؟ هو قال بمثلها أو أحسن منها. جيب لي أحد الخيارات في هذه الرواية اللي أنا استدليت بها. بداية أنت تقول أنا استدليت بكلمة أو بجزء من آية وليس من آية، تمام؟ نعم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، آية مو؟ هاي آية مو جزء من آية. أحسنت، لكن هاي جزء من آية. الآية كاملة تقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم. يا أبوي، يا ابوي بس دقيقة، بس دقيقة. وين وقرنا في بيوتكن؟ اقرا هاك، تفضل اقرا الآية كاملة، اقرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهل عفوا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله والرسول إنما يريد الله ليذهب عنكم آيات الرجس. هاي. اصبر خليني أكمل. حبيبي هاي حبيبي، آية واحدة. بس هاي آية واحدة، بس واحدة. واحدة.
يعني ما فيها آية 16 20 21 22 هاي الأشياء. طيب دقيقة، أعطيني مجال ثواني منك. زين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذه كلها داخلة صايرة آية واحدة. طيب إذا أكو مجال وين أقلب أقلب الإشكال الصورة فيه؟ على القرآن بس اليمنى واحد أو بس واحد بس واحد بس واحد بس واحد. اقلب آية حتى واحدة، أبين الإشكال مقصد فيها وين؟ كلامي. مقصد كلامي خلي أبينه، اقلب الصورة. أه... شغل بيا صورة يعني أنت واضح. هسه أظهر احنا هاي الصورة. الآية اللي نبيها بس بس واحد دقيقة، أعطيني مجال. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا صلاتين وطعنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وين الإشكال؟ ما فهمت الإشكال شنو؟ أنا قلت لك هاي آية، أنت قلت لي لا هذه جزء من آية، كلمة من آية. اللي أنا استدلت بها في سورة الليل نعم كلمة من آية. وشنو الإشكال؟ شنو الربط بهذا الموضوع؟ ما فهمت، وضح لي الصورة. تمام، خل أوضح لك بس لا تقاطعني. لا ما قاطعك. تمام. كمان قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني من أسألك قلت لي آية، لكن بالفعل لو أتينا على مفهومك للقرآن الكريم سنقول بأنها لا مو كلمة. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، صار مني اشتباه أبقى جزء من بجاوب. آية. ماكو لا مشكلة، صار تقاطعني. مني اشتباه. لا لا ماكو مشكلة، صار مني اشتباه لا، جزء من آية. ويا ضيفنا يا ضيفنا أعطينا مجال، مو قاعد أنا بس أقلب أسهل لك الصورة على الأمر. المصحف بأنك خل أبين مقصد وانا قاعد كلامي. اسهل لك الامر، انا قاعد اسهل لك، بس اعطيني مجال. هذا شبيل اخاك هذا دقيقه كتم. صار اشتباه من عندي ايه. طيب هاي انما يريد الله يذهب عنكم الرجس، صار اشتباه وقلنا في بيتكن كلها ايه. اي وين الاشكال؟ ما فهمت الاشكال وينه. ما طيحت إيه استدلالي تمام. الاول. تمام. لأن أنت قبل شوي تقول لا أنا لم أتكلم عن آية، أتكلم عن كلمة، عن جزء من آية، ولا يجوز لك أن تقول اي هكذا. اي يا حبيبي أقلب بس بس افهم، بعض. بس بس افهم، بس بس أقلب افهم الصورة يا على قلبي. يا حبيبي افهم افهم. بس اعطينا أقلب مجال، الصورة. اكتم المايك. أنت أعطيني مجال، أنا اعطينا حين المجال، أعطيك مجال. اكتم. مجال. طبعا يريد يضيع الحوار وقام يتهرب ويريد يضيع الحوار، ما قاعد يبقى يكتم على أنا المود، أقول احنا لك لا نفهم المشاهد. تقاطعني. اعطيني أنت اللي المايك، جاي اعطيني تقاطع. مجال، اقول لك اكتم. حبيبي أنطيك اكتم مجال اكتم، انا تعطيني اقدر مجال. اكتمك ترى. طيب انطيني اعطيني مجال. اعطيني مجال خليني اتكلم. طيب شوف يلا والله قول العلي مجال. العظيم يريدني انزله، والله لا يريدني انزله والله. والله. لا تالله. اي اعطيه مجال، جاي اقول لك اعطيني هو مجال، أنا انا قاعد صاحب أحاول البيت ليش اقدر. أكذب؟ هكذا كتم، هكذا كتم، هذا هروب منك طبعا. جاي اطلب منك بكل ادب وباحترام ان تكتم. اخوان، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة إلى الأخير آية. طيب ثبتنا آية ويا الأخ ويا القرآن الكريم، هي نعم آية يا علاء، وياها إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس كلها آية، متفقين. انتهينا. هسه هاي معادلة أولى. اللي استدلت فيها أنا في سورة الليل، الله يقول بآية واحدة: وما خلق الذكر والأنثى. يا أهل السنة، يا كتاب الله، يا شيعة، وما خلق الذكر والأنثى آية آية. أنا وين إشكالي؟ أقول النبي ليش حذف كلمة وما خلق وبقت بس الذكر والأنثى؟ يعني حذف كلمة من آية. هو ايش قال؟ ما ننسخ من آية. إذا النسخ يحدث في الآية مو في جزء الآية. ماكو ربط موضوعي بآية التطهير وباستدلالك، لا من بعيد ولا من قريب. إن قلت يا على آية التطهير وهي وقرن في بيوتكن آية، تنازلت معك نعم إنها آية. قرينا ما طيح إشكالي، بقى إشكالي على حطته. هنالك آية في سورة الليل الله يقول: وما خلق الذكر والأنثى. النبي حذف وما خلق. يا بشر يا ناس، وما خلق جزء من آية، لو مو جزء من آية جزء طيب من آية. أهلا. خلينا نكمل للأخير، أن نوضح على مود لا تقبط علينا. خلي المشاهد يفهم للأخير. يا أحبتي يا سنة يا شيعة، كتاب الله في سورة الليل يقول: وما خلق الذكر والأنثى، آية وحدة. النبي عتم حذف وما خلق كلمة.
قال الأخ ما ننسخ من آية. إذا النسخ يحدث في عمومية الآية، مو كلمة ما ننسخ من كلمة. أخي العزيز، الآن أنت في موقف محرج، أجب على السؤال. أين النسخ يحدث فيه كلمة عندك ويحدث فيه آية؟ تفضل. يعني أنت في مقصد كلامك في آية وليس في كلمة؟ مو مقصد كلامي، القرآن يقول ما ننسخ من آية، مو من كلمة. افهم يا يعني حتى لو حبيبي لا تقاطع يا شو أخي، ها هي تفهم؟ يلا. يا أخويا تجاوب، مو صار لك ساعة أنت تلوف وتدور ما قاعد تجاوب. جاوب. أنت صار لك ساعة ونص فقط بمداخلة واحدة. تفضل جاوب، ما جاي تجاوب على السؤال. أنت تقول هاي كلمة واحدة، حتى لو تنازلنا وياك على هذا الشيء، هذه لم تكن كلمة واحدة. وما خلقت الذكر والأنثى كلمتين. أنا مقصد كلامي من استدليت عليك في آية التطهير، قلت لك على أن لا يجوز لك أن تقول على أن هذه جزء من آية، لأن ولك الآية شلون ما يجوز يا ابوي؟ هذا ايش قد غبي. دروح امشي تعال خلينا نفهم العالم بالقران. يا هذا ايش جيزه الغباء؟ ايش تفهمه بالله؟ عم خل نفهمك بالقران، ظاهر انت ما تعرف القران. دقيقه 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 دقيقه، جاي تلف وتدور وما قاعد تجاوب العالم. دقيقه خلينا نفهم العالم. دقيقه دقيقه يا اخوان، هذا جزء من ايه ومو جزء من ايه. بس مالك. دقيقه اخونا العزيز، دقيقه دقيقه، جاي اسالك. هذا كلامك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صار لك ساعه تلف وتدور وما قاعد تجاوب. يا اخواني، هاي ما ادري انا غلطان، فهموني. الله يقول والليل اذا يغشى وما خلق الذكر والانثى. هاي ايه لو مو ايه؟ هاي وما خلق جزء من ايه لو مو من جزء من ايه؟ هذا شنو الغبي هذا؟ هاي وما خلق جزء من ايه لو مو من جزء؟ يقول لي انت تقول شنو؟ انا اقول هاي الايه امامك، وما خلق الذكر والانثى. هاي كلها آية. هاي شنو هاي وما خلق؟ جزء من آية، كلمة. آية كلها آية، وما خلق الذكر والأنثى. كلمة وما خلق جزء، وما خلق جزء من وين صارت؟ من آية. الله يقول ما ننسخ من آية. أنا ما أتكلم على الآية، أتكلم علي يا من أحبتي. أنا علي ما أتكلم على آية لو على شنو. ايش قد غبي هذا؟ ها شوف والله صايرين مضحك أقسم بالله. أنا جاي أتكلم على جزء من آية، ما أتكلم على آية. جاي أقول وما خلق وما خلق. ليش انحذفت؟ أنت استدليت علي بآية، قلت لي الله يقول ما ننسخ من آية. اي طيب، الله ما ينسخ من آية مو كلمة. أنا لم أتكلم على آية، أنا أتكلم على كلمة النبي عندك حذفها. وتنازلنا معك أيضا بمرة أخرى. شوف هذا الغبي الثاني يقول المفروض يقول سوره. ولكم الله انتم اغبى واحد اغبى ما تعرفون القران، انتم من جابكم على القران. تنازلنا معك، قلنا يلا ما يخالف، ما ننسخ من ايه، ناتي بمثلها او احسن منها. وين بمثلها؟ ما ندري. وين احسن منها؟ ما ندري. يعني هم تنازلنا معك، يعني في مرحلتين احنا متنازلين معك ولم نجد منك جواب. قلنا يلا يا عتهم النسخ ماكو مشكله، نعتبرها نسخت. الله يقول ما ننسخ من آية نأتي بمثلها. وين بمثلها؟ ماكو. أو بأحسن منها. وين أحسن منها؟ هم ماكو. والله العلي العظيم صرت مضحكة للتاريخ.